الوقت وقلت الأسئلة المتبقية تجيب عليها في بداية الحلقة، يعني الحلقة الماضية. وإليك السؤال من جديد. زوجتي أجرت عملية استئصال المرارة منذ 6 أشهر والآن تعاني من مشاكل الهضم، هل من وصفة وما هي الأطعمة التي تنصحها بتركها والعكس؟ أبو علاء من المغرب. أنا بعتذر لحضرتك أبو علاء إن ما كنتش جاوبت الرسالة الحلقة الماضية، ولكن طبعا المرارة جزء هام جدا من الجهاز الهضمي، وبنحذر دايما ان احنا من يعني سهولة شيل المرارة. ما نسمعش الكلمة مباشرة نشيل المرارة ما دام فيها حصو، لا، في سبل أخرى وفي طرق أخرى وفي وقت معين قد نلجأ فيه إلى الجراحة، لأنها جزء مهم جدا من الجهاز الهضمي ومهم جدا لصحة الكبد. طبعا الابتعاد تماما عن الدهون على قدر المستطاع، دي نقطة مهمة جدا. عدم ملء البطن بدرجة كافية، نقدر ان احنا ناكل زي ما بنقول بالبلد بتاعنا نصف بطن حتى لو اكلنا 5 وجبات، ولكن ما نرهقش قوي الجهاز الهضمي علشان ما نحسش بمشاكل الهضم معانا. ايضا الوصفه اللي قلناها قبل كده وهي الزعتر واليانسون والكمون والنعناع بكميات متساويه، وناخد من هذا الخليط معلقه كبيره على كوب من الماء، هتغلى لمده 2 دقيقه ثم تشرب.